من يومين وبعد كمية الحوادث الكتيرة اللي حصلت تحديدا على كوبري راغب، واحدة من الناس اللي اعرفهم قالت طب ما انا اشتري عمري وبدل ما اعدي الكوبري ويجرالي حاجة معلش اطلع كوبري المشاة. اي نعم هو بيبعد عن الكوبري الرئيسي 7 متر، فمعلش هاجي على نفسي وامشي 7 رايح و7 جاي يعني 14 متر، واطلع الكوبري بارتفاعه الهائل ده كله واجي على نفسي. المهم ان هي فعلا طلعت الكوبري، ومجرد ما طلعت الكوبري طلع وراها واحد اتحرش بيها جسديا، مسك مناطق معينة في جسمها. الكلام اللي انا بقوله ده كان الظهر، يعني كان نور ربنا طالع، ما كانش بالليل ولا حاجة. طبعا هي من هول الصدمة قعدت تصرخ 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 وتصوت، لدرجة ان في ناس في الشارع تحت بدأت تسمع صوتها، فبدأوا يطلعوا يشوفوا ايه اللي بيحصل. طبعا الراجل عمل عملته وطلع يجري وسابها. المهم طلع واحد من الناس اللي تحت وقال لها وانت ايه اللي مطلعك الكوبري ده يا بنتي؟ ده معروف يعني معلش ان اللي بيطلعوا الكوبري ده بيبقوا شمال وطالعين عشان حاجة مش مظبوطة. طبعا هي كانت مصدومه وقاعده تصرخ وقالت له وانا عرفني يعني بحاجه زي كده، انا قلت اشتري عمري واطلع من الكوبري. المهم مش هقول لكم طبعا هي نفسيا كانت عامله ازاي، وخدت بعضها وروحت وهي منهاره. بتكلم واحده صاحبتها تحكي لها اللي حصل، وبتقول لها ده انا حصل معايا النهارده 1 2 3 وانا مروحه. قالت لها وانت ايه اللي طلعك الكوبري ده؟ ده انا من اسبوعين بالظبط وانا طالعه الكوبري ده برضو عشان اعدي من عليه، طلع ورايا واحد وانا اسفه في الجمله قلع هدومه من تحت تماما وكان عايز يتحرش بيا. لولا ما انا قعدت اصرخ وجريت باقصى سرعه عندي، لولا ما ربنا نجدني منه. خليني كمان اقول لك ان السيدات اللي حصل لهم الحوادث دول سيدات كبيره، عندهم حوالي 32 سنه 33 سنه، يعني عندهم من القدره الجسمانيه والعقليه اللي يخليهم يقدروا يدافعوا عن نفسهم كويس قوي. بس تخيل معايا كده لو كانت اللي طلعت الكوبري دي عيله عندها 12 13 سنه، تفتكر كان ممكن ايه اللي يحصل لها؟ اكيد عيله صغيره مش هيكون عندها نفس القوه الجسمانيه اللي تخليها تقدر تدافع عن نفسها قصاد شحط كبير جاي يتحرش بيها او يغتصبها. هسيبك بقى انت لخيالك، توقع كده ممكن يكون هيحصل لها ايه او حصل لها ايه يا عالم. هسيبك انت بقى تحكي عن كوبري المشاة وتمنشن لهم وتعمل كل اللي انت عايزه. على فكرة انا مش بحكي حكايات من خيالي، الناس اللي تعرضوا للحوادث دول موجودين وانا اعرفهم بشكل شخصي، والحكايات دي من بقهم هم شخصيا. ولو مش مصدقني جرب.